هون عليك فما هي إلا دنيا وأن المستقر عند رب العالمين فلا تحزن. وددت أن تصل هذه الكلمات لكل مسلم ضاقت به الأحوال، ولكل رجل يئس من حال من الأحوال، ولكل إنسان نظر بنظرة بشرية ولم ينظر بنظرة إلهية وبتقادير إلهية إلى الأوضاع التي تسير في حال بلاد الإسلام والمسلمين. وصية من أهم الوصايا ومواساة من أهم ما جاء من أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، وهو يواسي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول له: هون عليك فما هي إلا دنيا فلا تحزن. فكل ما فيها متعب وكل من فيها متعب. الحمد لله أنها ليست دارنا ولا ديارنا، وأن المستقر عند رب العالمين. الحمد لله إنها دنيا وستنقضي، وعسانا في الجنة نأنس ويؤنس بنا، فما هي إلا دنيا ولبيك اللهم لبيك إن العيش إلا عيش الآخرة. كانت هذه مواساة سيدنا أبو عبيدة بن الجراح لسيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وصية ومواساة يحتاج إليها كل قلب يشعر، كل قلب يتألم، كل قلب حزن ويحزن على ما يحدث له أو للناس. هون عليك فما هي إلا دنيا وأيام والملتقى الجنة. هون عليك إنها دنيا، هون عليك فكل ما فيها متعب وكل من فيها متعب. هون عليك فليست ديارنا وليست هي دارك ومستقرك، إنما المستقر عند رب العالمين سبحانه وتعالى. هون عليك فليست هي دار استقرار. هون عليك اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، كما أخبر سيدنا أبو عبيدة بن الجراح ويواسي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شوفوا المواساة، انظروا كيف كانوا يواسون بعضهم، انظروا كيف كانت نظرتهم، انظروا كيف كانوا يتعاملون مع الدنيا على أنها دنيا وعلى أنها أيام والملتقى الجنة. فيا صاحب المرض، يا من تشكو من مرض أو من تعب، يا من ضاقت بك الأمور وتتألم، هون عليك فلا عيش إلا عيش الآخرة، والله هو الشافي المعافي سبحانه وتعالى. يا من ضاقت بك الأمور وظننت أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، أيقنت أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، أبشر وهون فلا تحزن، ما هي إلا دنيا والملتقى الجنة. يا من تنظر إلى الأمور نظرة قاصرة وليست نظرة الله سبحانه وتعالى دلنا عليها بنظرة وتقادير إلهية، أن الأمور سوف تستقر، وأن الله سيهيئ الحال ويغيره إلى أحسن حال. هون عليك الخضب لا تعبأ به، إن الصعاب تهون بالتهوين. سنعود للدنيا نطيب جراحها، سنعود للتأزين والتكبير. ستسير فلق الحق رغم أنوفهم، ويزل كل منافق وحرون. بالله مجراها ومرساها، فهل تخشى الردى والله خير ضمين. يا رب إن السيل قد بلغ الزبا، والأمر في كاف لديك ونوني. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. مواساة عظيمة، مواساة تكتب بماء الذهب، مواساة من سيدنا أبو عبيدة، ومن هو ذلك المجاهد، إلى سيدنا الفاروق عمر، ومن هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكلكم تعلمون. هذه المواساة كانت مواساتهم
وكان حديثهم لأنفسهم وبعضهم البعض، كيف كانوا يتواسون فيما بينهم. شوف، أنا أعيد على حضراتكم الكلمات مرة أخرى. يقول سيدنا أبو عبيدة بن الجراح هو يواسي سيدنا عمر بن الخطاب، يقول له: هون عليك فما هي إلا دنيا. يا ليتني أستطيع أن أصل بهذا الكلام إلى كل الناس، كل المتعبين، إلى كل من يئس من حال من الأحوال، إلى كل من يعاني من مرض أو من تعب أو من هم أو من دين أو من ظروف. هون عليك فما هي إلا دنيا فلا تحزن، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. سبحان ربي. فيقول أبو عبيدة لسيدنا عمر بن الخطاب: هون عليك فما هي إلا دنيا فلا تحزن، فكل ما فيها متعب وكل من فيها متعب. يعني كل ما فيها متعب. الإنسان عندما يتعلق بهذه الأمور المادية ويجعل كل اتجاهه من أجل المادة، تراه يحب المال حبا جما، يسعى إليه بكل طاقته، ولا يدري أنها أيام تمضي وساعات، ولا يدري الإنسان أين أجله. وكل من فيها متعب، حتى أصحاب المال. صاحب المال يريد أن يزيد من ماله، الغني يريد أن يزداد غنى، وصاحب المصلحة يريد أن يقضي مصلحته، والكل يسير ويجري ويجمع من هنا ومن هناك. والصادقون الفائزون من يعرفون كيف يجمعون وكيف يحصدون، ستسأل عنه. إذن فكل ما فيها متعب يتعبك إن تعلقت به، إن قدمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، على ما يجب أن تقدمه بين يدي ربك سبحانه وتعالى. فيقول: هون عليك فما هي إلا دنيا فلا تحزن. دنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب. سبحان الله العظيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم يقول في الآية التي تليها: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سبحان ربي. فيقول أبو عبيدة للفاروق عمر بن الخطاب وهو يواسيه، يقول: يا عمر، يا أيها الفاروق، هون عليك فما هي إلا دنيا فلا تحزن. يا أيها المشتكي، يا صاحب الهم، يا صاحب يا من تشتكي الكرب، يا من ضاقت بك السبل، هون عليك فما هي إلا دنيا فلا تحزن، فكل ما فيها متعب وكل من فيها متعب. صاحب المصلحة يريد أن يقضي مصلحته، والفقير يريد أن يغنى، والغني يريد أن يزداد غنى. الرضا. فكل ما فيها متعب وكل من فيها متعب. الحمد لله إنها ليست دارنا ولا ديارنا. أنت متخيل هؤلاء السادة يتحدثون، أصحاب رسول الله، من سادوا العالم كله في وقتهم. الحمد لله إنها ليست دارنا ولا ديارنا، إنما المستقر عند رب العالمين. الحمد لله إنها دنيا وستنقضي، وعاسنا في الجنة نأنس ويؤنس بنا. فما هي إلا دنيا، اللهم فلبيك، واللهم لا عيش إلا عيش الآخرة.
مواساة تكتب بماء الذهب. هذه المواساة وددت أن ألقيها على مسامع الناس جميعا، كل المتعبون وأصحاب الهم، من يحملون في قلوبهم الحزن، من يشتكون الألم، من يشتكون من ضيق العيش، من ظنوا أن اليأس تملك من قلوبهم. هون عليك فما هي إلا دنيا فلا تحزن، كل ما فيها متعب وكل من فيها متعب. الحمد لله إنها ليست دارنا ولا ديارنا، إنما المستقر عند رب العالمين. دنيا ستنقضي، وعاسنا في الجنة نأنس ويؤنس بنا. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. رددوا هذا الدعاء، رددوا هذه المواساة على قلوبكم، ضعوها نصب أعينكم. هؤلاء من جاهدوا لله حق جهاده وفتحوا البلدان، كانوا يواسون بعضهم بهذه الكلمات: ما هي إلا دنيا. لذلك الإنسان يقول يا ليتني قدمت لحياتي، بعد موته يقول هذا، وكأن الحياة الحق هي الآخرة. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. شوف، أصحاب النفس السوية والنفس المطمئنة هم من يرضون في حياتهم وفي آخرتهم. إنما أهل الدنيا من تعلقوا بالدنيا، شوف أصحاب رسول الله كانت الدنيا في يدهم لا في قلوبهم. هذه مشكلة كبيرة، أن تكون الدنيا في قلبك، تلك مشكلة عظيمة. الدنيا في يدك، كانت الدنيا في كفوفهم لا في قلوبهم، وشكروا الله إن وجدوها. وإن ابتلاهم الله بالفقر صبروا فطهرهم الله جل وعلا ومكن لهم. أما علمنا أن الفاروق رضي الله عنه أنفق نصف ماله، وخرج الصديق رضي الله عنه من ماله كله، وخروج عبد الله بن عوف رضي الله عنه أيضا لما عرض عليه المال لم يرضى. انظروا لأصحاب رسول الله كيف كانوا يتعاملون. فهونوا عليكم فما هي إلا دنيا والملتقى الجنة. إيانا أن نخسر آخرتنا من أجل دنيا. والله ستنقضي هذه الدنيا بما فيها من هموم وأحزان وأتعاب ومصاعب، وهذه الشواغل كلها التي ترونها الآن ستنقضي دنيا ونحن في آخر الزمان. ذكروا قلوبكم وأنفسكم بذلك. هون عليك الخطب لا تعبأ به، إن الصعاب تهون بالتهوين. لا تحملوا أنفسكم فوق طاقتها، الله لم يحملكم هذا. فيقول أبو عبيدة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، هؤلاء السادة، يقول له: هون عليك الخطب، هون عليك فما هي إلا دنيا فلا تحزن. يا سبحان ربي، يعني عندما أقف عند كلماتهم تخرج وكأنها نور. هون عليك فما هي إلا دنيا فلا تحزن، فكل ما فيها متعب وكل من فيها متعب. الحمد لله إنها ليست دارنا ولا مستقرنا، إنما هي متاع له والملتقى الجنة. الحمد لله إنها دنيا ستنقضي، والحمد لله إنها جنة فيها نأنس بأحبابنا ويؤنسون بنا. عسانا في الجنة أن نراهم. اللهم لا عاش إلا عاش الآخرة. لذلك كانت الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم، ففعلوا كل شيء، جاهدوا واجتهدوا
وعاشوا حياتهم لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. سبحان الله، أمره الله تعالى أن يقول هذا النبي بنفسه صلوات ربي وسلامه عليه، الذي كان يجوع يوما فيصبر ويشبع يوما فيشكر، ولو أراد الله أن يحول له الدنيا الجبال ذهبا لفعل، ولكن قال لا، وكان يعيش ما يعيش أصحابه رضي الله عنه. وهو النبي صلوات ربي وسلامه عليه الذي كان بدعوة واحدة يغير الحال كله بدعوة واحدة. كان قد يدعي على هؤلاء الكفار فيقضي عليهم جميعا، ولكنه يقول لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. فما هي إلا دنيا، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. دنيا ستنقضي، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. أنت في دنيا فعلا، ولكن أحسن كما أحسن الله إليك. ابتغي الأجر. لذلك أقول لأصحاب المرض، أسأل الله أن يعافيهم وأن يشفيهم، أقول لأصحاب المرض ولأصحاب التعب، لأصحاب الهموم والأحزان، لكل من ضاقت به نفسه وضاقت عليه دنياه، أقول لهم ما هي إلا دنيا، وكل ذلك مكفرات، ولا يجري في ملك الله إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. حتما دنيا تنقضي فنخرج منها بأثر طيب جميل. إيانا ثم إيانا أن نسلم أنفسنا لوساوس الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إيانا ثم إيانا أن نسلم عقيدتنا لوساوس ودنيا، فدنيا ستنقضي. مر بك ما مر بالأنبياء ما يمر بك الآن، بل مر بهم أضعاف الأضعاف. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. هذه دنيا. انظروا، ماتت الأجيال السابقة، ماتت أجيال بأكملها، مات من صلى ومن لم يصلي، مات الغني والفقير، مات الحاكم والمحكوم، مات الشريف والمشروف، مات الغني والفقير، مات القوي والضعيف، كلهم ماتوا ولم تقع إلى أثارهم. انظروا، كتب أحدهم بأثر سيء وكتب آخر بأثر صالح. دنيا تنقضي، هون عليك فما هي إلا دنيا والملتقى الجنة. هون عليك فما هي إلا دنيا فلا تحزن، فكل ما فيها متعب وكل من فيها متعب. نعم جميعا، أنا وحضراتكم وكل من يسمعنا، كل من فيها متعب. من عنده مصلحة يريد أن يتمها متعب تعبان. الغني يريد أن يزداد غنى ويفتح ويعمل ويزيد في غناه، والفقير يريد أن يغنى وأن يستر يومه، والمريض يريد أن يشفى من مرضه، والمهموم يريد أن يزيل الله همه وكربه. كل من فيها متعب، وكل ما فيها متعب، فكيف تركن إليها؟ والله وصفها بأنها لهو ولعب، والملتقى الجنة. أعيد على مسامعكم هذه المواساة قبل أن أختم. يقول أبو عبيدة للفاروق وهم السادة يواسون أنفسهم بهذه الكلمات، فيقول أبو عبيدة: هون عليك فما هي إلا دنيا فلا تحزن،
فكل ما فيها متعب وكل ما فيها متعب وكل من فيها متعب. الحمد لله إنها ليست دارنا ولا ديارنا، إنما المستقر عند رب العالمين. إنما المستقر عند رب العالمين. الحمد لله إنها دنيا ستنقضي. الحمد لله إنها دنيا ستنقضي وعسانا في الجنة نأنس ويؤنس بنا. الحمد لله إنها دنيا، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. شوف كانت هذه مواساتهم، وهم من جعل الله الدنيا كلها في يدهم لا في قلوبهم. الآن الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله جعلت الناس يبيعون أنفسهم بعرض من الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله، باعوا دينهم ودنياهم. ولكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تربوا على يد رسول الله، ترى قائدا للجيوش يواسي أمير المؤمنين فيقول سبحان ربي، قائد الجيوش وقائدا في المعركة يواسي أميرا للمؤمنين وحاكما لهم يقول هون عليك فما هي إلا دنيا فلا تحزن. فكيف بحالنا نحن؟ وكانوا أقوياء أشداء. فخذوا بهذه الأسباب، وضعوا هذه أمام أعينكم. الدنيا كلها، هذه الدنيا لما ذهب النبي إلى السماء السابعة، النبي الذي كان يجوع يوما فيصبر ويأكل ويشبع يوما فيشكر، ذهب إلى فوق السماء السابعة ورأى الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، رأها كلها من فوق سماوات لا تساوي ذرة. فماذا قال رسول الله لما نزل إلى السماء الدنيا؟ ويقول له الملك يا محمد لو أردت أن أطبق الأخشبين عليهم لفعلت، فيقول لا. هو يعلم أنها دنيا، هم لا يفهمون، هؤلاء بشر، ولكنه نبي، فيقول لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، فتكون الإجابة. دخل الإسلام كل البيوت، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المسلمون. عايز أقول لك أن في حقبة من حقب التاريخ كاد المسلمون أن ينتهوا. كاد المسلمون أن ينتهوا، حتى أحد كتاب التاريخ أظن ابن الأثير لما حدث ضعف الإسلام في وقت من الأوقات وكاد الناس أن يهلكوا، حتى كاد الإسلام أن ينتهي كما قال بعض المؤرخين. طبعا هذا ليس صحيحا، الإسلام باق إلى قيام الساعة لأن الله تعالى حفظه، ولكن من كثرة الأحداث والمعارك وكان غير المسلمين يمشون بالخيول إلى ركاب الأحصنة الفرسان دم وتفخرون بذلك، ولكن يأبى الله وقامت الإسلام قائمة وانتصر المسلمون وأصبحوا سادة للدنيا كلها. هون عليك فما هي إلا دنيا وملتقى الجنة. هون عليك فهي ليست دارنا ولا ديارنا، والدنيا ستنقضي. اعملوا خيرا لأنفسكم وقدموا لأنفسكم. الأثر الطيب الأثر الصالح للإنسان. كانت هذه مواساتهم لأنفسهم، وحدث ما حدث، سادوا الدنيا كلها ودخل الإسلام كل البيوت. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فهونوا على أنفسكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كلما ضاقت بك الحيل وضاقت عليك سبل الأرض فاتجه إلى السماء وقل يا رب، وقل يا نفس لي رب كريم سيسلخ من ظلام الليل فجرا. كانت هذه مواساة أبو عبيدة سيدنا عمر بن الخطاب. لو خرجنا اليوم بهذه المواساة لكفتنا. هون عليك فما هي إلا دنيا والملتقى الجنة.
حيا الله الجميع. الناس عايز يعني، كان في سؤال ورد من الأستاذ حسن رأيته وأنا أتحدث، سؤال ما حكم ما حكم آسف السؤال بس، ما حكم أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ كلمة سيدنا يعني حكم كلمة سيدنا. رسول الله سيدنا وسيد آبائنا وأمهاتنا، سيدنا سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. فالسيادة هنا تأدب مع رسول الله، تأدب. إذا كان هو قال عن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هو في الجنة، هم في الجنة وصفهم بأنهم سيدا شباب أهل الجنة، ما بالكم بقى في الدنيا وهم الحسن والحسين؟ فما بالكم برسول الله؟ رسول الله سيدنا وسيدنا، رسول الله سيدنا وسيدنا صلوات ربي وسلامه عليه. فطيب في الصلاة إن قلتها خيرا وإن امتثلت بالتشهد من أجل أنها صلاة لله سبحانه وتعالى وقلت اللهم صل على محمد فقط في التحيات صحت صلاتك. إن قلت سيدنا محمد تأدب مع رسول الله صحت صلاتك. البعض من الفقهاء يقول نقول التحيات بدون السيادة بدون سيدنا عشان إنها جاءت بهذه الصيغة في التحيات، أما في خارج الصلاة وسيدنا ونقولها في كل أوقاتنا وفي كل أحوالنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أحد الإخوة كان برضه سأل؟ نعم. تقول بارك الله فيك أختي مريم، تقول بارك الله فيك إنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. نعم، سبحان ربي العظيم، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، والناس يتقاتلون من أجلها، والناس يفتتنون بها، وتفرق بين الرجل وأهله والرجل وأولاده والرجل وزوجته. أسأل الله المعافاة للجميع، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. بارك الله في أخي الكريم حسن عساف. يقول أخي حسن للأسف أنا مدحت الحبيب سيدنا محمد في أحد البث فأخرجني من الملة. هؤلاء لا يفقهون حديثا. نحن نتشرف بمدحنا لسيدنا رسول الله. أنا عايز أقول لك يا أخي حسن اللي يكلمك بيقول لك السيادة دي مش صح. فيها موقف حصل، كان رسول الله جالس وبجواره أحد الصحابة، فلما جاء سيدنا سعد فقال للصحابة قوموا إلى سيدكم. بيقول لبعض الصحابة كانوا من قومه وكان هو كبيرهم، فلما جاء سعد قال لهم رسول الله قوموا إلى سيدكم. واخد بالك؟ فأولئك قوم لا يكادون يفقهون حديثا، عافانا الله وإياكم. ولك الراجل بيقول فأخرجني من عن الملة، لا حول ولا قوة إلا بالله. سوء الفهم عن الله. حياكم الله أخي حسن عساف، حيا الله أختنا مامة مكة، حيا الله أستاذة منى الأسمر، حيا الله الإسلام دينا، حيا الله أخي فؤاد سلامة، حيا الله بدر الدين، حيا الله واتر الجنة، حيا الله كل حيا الله حيا الله الجميع. يحفظكم ويبارك فيكم. نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة والسلام عليك يا حبيبي ويا سيدي ويا جدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ما حكمة قراءة القرآن بأكثر من طريقة؟ أختنا مامة مكة، لعلك تقصدين القراءات؟ نعم، هل المقصود هنا القراءات ولا إيه؟ إن كنت تقصدين القراءات فهذه على لغات العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وتعدد القراءات بتعدد المعاني. يعني تجدين
مثلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، هذه معنى وهذه معنى. والقرآن الكريم متعدد المعاني، والكلمة تحتمل معاني كثيرة، ونزل بلسان عربي مبين. ما دامت القراءة معتبرة فالمعنى يشمل إن في كلمات ليست، في قراءات ليست مضبوطة عندنا في الإسلام، في قراءات ليست مضبوطة تم إدخالها، ولكن الصحيح نعلمه. الله تعالى حفظه وجعل الرجال يحفظونه في الصدور قبل السطور. وعندنا في الإسلام ما يسمى بالإسناد، يعني أنا كمحمد أخذت عن شيخي، وشيخي أخذ عن شيخه، وشيخي أخذ عن شيخه إلى رسول الله، فكلنا أخذنا. عايز أقول لكم كنت مرة باخد حديث من شيخ بتاعي، فقال في الآخر حديث وقد شبك النبي أصابعه وعمل كده، فبقول له سيدنا إيه شبكت أصابعك؟ قال رأيت شيخي شبك أصابعه، وقال رأى شيخه شبك أصابعه. تعرفي إن هذا التشبيك من رسول الله إلينا، سبحان الله العظيم. يعني رسول الله شبك أصابعه، والصحابي شبك أصابعه، يقول رأيت النبي شبك أصابعه، فالصحابي يعطي التابعي، والتابعي يقول رأيت الصحابي شبك أصابعه، وتابع التابعين يقول شبكت أصابعي، فكلنا شبكنا أصابعنا اقتداء برسول الله. شوف الإسلام وجمال الإسلام، إسناد، والإسناد من الدين، ولولا الإسناد لذهب الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصل الأمر حتى هواء الكلمات وهواء الأحاديث أخذناه من مشايخنا إلى رسول الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وصل المعنى. القراءات المتواترة العشر عايزين نتعلمها يا مولانا. حاضر إن شاء الله يتعلمها. طب حد يتعلم حتى تزاملنا الأول قراءة حفصة عن عاصم وشعبة، إن شاء الله نتعلمها. أنا أريد أن أبدأ مع حضراتكم الأحكام، وأنا أنتظر رأيكم معي. نريد أن نبدأ في تدريس الأحكام التجويد، هل مستعدون أم لا؟ وسندرسها بطريقة يسيرة إن شاء الله. نحدد مرة أو مرتين في الأسبوع نفتح إن شاء الله سبحانه وتعالى، نفتح كده ونبدأ التلاوة، نبدأ التعلم. كان الشيخ يقول لنا في المنظومة والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. يعني الأخذ بالتجويد ده واجب. أنت ممكن ما تعلمش الحكم كده، ممكن بعض الناس اللي يعلم من هذا تنوين وهذا إخفاء وهذا إدغام وهذا، ولكنه يطبقه. فإما أن تطبق صحيحا، وإما أن تتعلم الأحكام وتقرأ صحيحا. نعم التحفة، ربنا يحفظكم. فنتعلم إن شاء الله بإذن الله. يعني سنرتب وقتا ونتعلم هذا إن قدر الله لي ولكم اللقاء والبقاء. ولا أريد أن أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد في ليلة الجمعة وفي يومها. وإن شاء الله غدا إن شاء الله سوف نقرأ بعد صلاة العصر إن شاء الله يا رب. سنقرأ أول سورة الكهف، عملا بقول رسول الله من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. الحاجة التانية برضو عايز أعملها، يا ريت نقرأ السورة كلها. إيه رأيكم؟ ولا صعب؟ نبدأ من أول السورة كده وكل واحد يدخل يقرأ بعد التاني لحد آخر السورة. إيه رأيكم في الفكرة؟ عشان المجموعات اللي معايا على دلوقتي هم اللي دايما بيقرأوا معايا بانتظام، بخلاف بقى بعض الناس بيدخل مرة وأخرج وهكذا. في رأي حضراتكم إن شاء الله نبدأ السورة كلها من أول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب إلى آخر السورة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نريد أن نأخذ التلاوة السورة كلها مرة واحدة.
أبدأ الحمد لله، بعد يقرأ مثلا أخي حسن، بعد الأستاذة منى، بعد الأستاذة دينا، بعد الأستاذ يوسف، بعد الأستاذ صفحة خشوع، وهكذا الصفحات. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم التي تلتزم معي دائما. نقرأ كده، كل واحد يقرأ صفحة، نأخذ الثواب أكثر. طيب ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. طب أنا بكرة إن شاء الله نجرب كده نقرأ السورة كلها. أبدأ أنا إن شاء الله بأول السورة، ثم حضراتكم بالترتيب، وأتمنى من الجميع أن يحضر كل واحد صفحة إن شاء الله، كل واحد صفحة، ويا ريت يعني اسمعوها ورددوها كده بحيث نقرأها مع بعض إن شاء الله غدا. وجزاكم الله تعالى خيرا، ولا أريد أن أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك. السلام عليكم.